نجدد التحية والاحترام والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، ونبدأ أولى حواراتنا أو بيسعدنا أن نلتقي بالشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم. أهلا بحضرتك وسعداء بيك، وكل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية بخير، وشعب مصر العظيم بخير، وأمهات الشهداء ربنا يرحمهم بخير، ومصابي الثورة العظيمة بخير إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب. ونبدأ استهلالة كده بنقول كل سنة وأنتم طيبين لكل أهل مصر. ونبدأ في أيام عيد الفطر المبارك، وزي ما قلنا أن ربنا فضل أيام على أيام وشهور على شهور وأسماء على أسماء. فضل أيام عيد الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي يعني يكفي هذه الأيام أن أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الجائزة. والإنسان معلوم أنه يأخذ الجائزة عند التفوق أو عند النجاح، ويأخذ الجائزة بعد أن يجتاز اختبار معين. فيكون شهر رمضان هو الاختبار لهذا الإنسان اللي ربنا تمنى أن تكون نتيجته هي الوصول إلى مرحلة التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني ربما تصل بصيامك إلى درجة التقوى. درجة التقوى بتجعلك من الفائزين بالجنة إن شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين مفازا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فبالتالي الإنسان إذا عاش في رحاب هذا الشهر مع الله عز وجل صائما قائما مبتعدا عن اللغو وعن الرفث وعن الفسوق وعن المعاصي وعن كل ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، مقتربا من الله سبحانه وتعالى بصيام وعمرة وأعمال الخير التي يضاعفها الله عز وجل، بيكون على أبواب الجنة. وبيأتي هذا العيد ليفرح الإنسان الفرحة الثانية اللي خبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. قال العلماء: عند فطره إما وقت أذان المغرب أو عند فطره يوم العيد أو الاثنين مع بعض. وبالتالي يبقى العيد هو يوم الفرحة الكبرى، فرحة بأن أتم الله عز وجل علينا هذا الشهر، فرحة بأن وفقنا الله لصيامه وقيامه حق القيام وحق الصيام، فرحة بأن وقفنا على أبواب الجنة إذا اعتبرنا الله عز وجل من المتقين. بالإضافة إلى أنها أيام صلة وأيام بر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يومكم يوم عيد، يوم مبارك سعيد. وكان في خطبة العيد يكرر هذه الجملة عدة مرات، فيصف اليوم بأنه يوم البركة وبأنه يوم السعادة. والعيد ليس يوما واحدا، بل هو 3 أيام. فثلاثة أيام العيد هم أيام البركة، هم أيام السعادة، هم أيام الجائزة كما قلنا في أول الحديث. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يستثمر كل هذه المعاني في أن يزداد قربا بصلة الأرحام. لأن العلماء حينما تكلموا عن مهم صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة. هي في الأصل أيام صلة. يعني احنا كنا يعني حتى الموروث الشعبي عند الناس في الأعياد إن بيكون بينهم تبادل في الزيارات. وبالتالي أصبح العيد هو الفرصة، ربما الفرصة الأقرب أو ربما الفرصة الأعظم للإنسان بعد الشهر الطويل، بعد كذا بعد كذا، إنه يبدأ يلتقي مرة أخرى بقى ويصل أرحامه بعماته بأخواله بأولاد أعمامه بكل من هم من ذوي أرحامه. وطبعا لو اتكلمنا عن فضل الصلة احنا محتاجين نتكلم كتير. لكن يعني يكفينا ما قاله الله عز وجل وهو يخاطب الرحم ويقسم بعزته بأن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يبقى هنا صلة الأرحام هي والمثل الدارج اللي عندنا أو المقولة الدارجة: الأقربون أولى بالمعروف. طبعا وده ربنا عز وجل حينما يتكلم فيه، ونتكلم الآن عن الجانب الاجتماعي أو السلوك الاجتماعي، حينما تكلم عن يعني أبواب هذا السلوك بين منها أن وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والفائز هنا يا شيخ مظهر بقى من يبادر. يعني لو في خلاف أو في قطيعة عاوزين نتكلم على فضل من يبادر. شوف سيادتك، معنى صلة الرحم مش إني أبادل زيارة بزيارة. لا، الحبيب يقول: ليس الواصل بالمكافئ. اللي هو واحد يزورني أروح أزوره، ده بيسموه بقى مجاملة، بيسموه اتيكيت زيارات معينة، بيسموه زي ما يسموه. وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
هذه هي الصلة الحقيقية. ودايما نتسأل السؤال، واحد يقول لي أو واحدة تقول لي أنا عندي جماعة قرايبي أنا بعملهم كويس والله وبروح أزورهم وكذا وكذا، لكني بيقابلوني بالإساءة وبيقابلوني بأنهم يقفلوا الباب في وشي، أعمل إيه؟ نفس السؤال ده اتسأله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إليه قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، ماذا أفعل؟ قال النبي له إن كنت كما تقول، إن كنت صح في الكلام ده، فكأنما تسفهم المل، يعني بتأكلهم التراب الحار. معنى ذلك إن هو بينتصر عليهم بأخلاقه وبيحرجهم أو يعني حاجة من هذا القبيل. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وبالتالي الإنسان بيستفيد من هذا الحديث إن معنى الصلة الحقيقي مش إني أبادل زيارة بزيارة، بل أبحث في أجندتي مين من قرايبي مقاطعني ومين من قرايبي أو أنا مقاطعه أو أنا مقاطعه وأبادر بإني أزوره. طبعا المشكلات لا تنتهي بين الأقارب أو بين الإنسان وبين جيرانه أو ما إلى ذلك، ولكن يكفينا على الأقل حتى الواحد لو بينه وبين حد من قرايبه مشوار طويل قوي أو مسافة طويلة قوي. النهاردة بقى فيه وسائل متطورة جدا في الصلة، أكيد. ممكن نستخدمها، رسائل تليفونية، مكالمات تليفونية، رسائل على الفيسبوك أو على الوسائل البريد الإلكتروني، أو يعني ممكن نتبادل صلة الأرحام أو يعني أو نصل التكنولوجيا أرحامنا. الحديثة يعني أثرت علينا مسافات وسهلت لنا حاجات جداً. كثيرة. كنت أقصد كمان إن يعني زي ما حضرتك بتقول يعني الصلة الحقيقية أن أصل الأرحام المقطوعة، لكن اللي أنا كنت بتكلم على فضل من يبادر، يعني اللي ياخد المبادرة ويروح في الأول. شوف الرسول يعني يقول من أراد أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هنا العارف في سيادتك يعني مبدأ الترغيب، انك بتقول للناس يا جماعه اللي عاوز ربنا يطول في عمره وربنا يبارك له في رزقه. وعلى فكره الحاجتين دول هم اكتر حاجتين في الدنيا كلها هم في نفس كل واحد. كل واحد فينا فقير او غني، كبير او صغير، مالك او مملوك، بيتمنى الحاجتين دول، ان ربنا يطول في عمره ويبارك في رزقه. ويا محلى بقى ان الانسان ربنا يطول في عمره ويبقى كمان عايش عيشه سعيده، ويعني لان طولة العمر مع المرض او مع كذا بتكون مشقه، لكن طولة العمر مع سعه الرزق بتكون المتعه الحقيقيه. فخلاصه مع العمل الصالح، مع العمل الصالح. فكانه ما هو صله الرحم في الاصل عمل صالح اكيد. فكانه قال من اراد ان يعيش احسن عيشه في الحياه فليصل رحمه. طبعا المراغبات القرآنية والمراغبات هنتكلم عنها إن شاء الله أكيد. في إطار حديثنا عن الجانب الاجتماعي. أكيد. هتستأذن حضرتك هنطلع دلوقتي تقرير نشوف أعزائي المشاهدين. هنخرج مع حضراتكم دلوقتي وتقرير خارجي وتهنئة للشعب المصري من بعض الرموز السياسية وبعض قادة الأحزاب، ونرجع مع حضراتكم تاني لنكمل حديثنا مع الشيخ مظهر شاهين. كل شعب مصر، إلى كل مواطن يعيش على أرض مصر، إلى كل من ينعم بثورة مصر. في أول عيد بعد ثورة يناير المجيدة بنبعث برسالة حب ورسالة تهنئة إلى كل مصري وإلى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ونقول أن هذا العيد له طعم خاص، هذا العيد له احتفال خاص، هذا العيد يمثل نصر وثورة للمصريين، هذا العيد يمثل عيد حقيقي بعد عيد ثورة 25 يناير. النهاردة بنقول للمصريين النهاردة بتنعموا بعيد بمناسبة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أنا بهنئ كل المصريين وكل العرب وكل المسلمين بعيد الفطر المبارك من مصر الحرة التي تطل عليهم بوجهها المشرق. والشعوب العربية كلها بعد الثورة اللي حصلت والطيف اللي جاي على البلاد العربية كلها، إن مستقبل مشرق لمصر والبلاد العربية كلها مجتمعة. كل سنة وانتم طيبين، والأعياد اللي جاية فعلا تبقى فرحة من القلوب وفرحة عارمة على البلاد العربية كلها. وكل سنة وانتم طيبين. حسن محمد ترك، رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي. أقول للشعب المصري نهنئكم بعيد الفطر المبارك، ونطلب من الله أن يعود علينا وعليهم الأيام بخير،
ونطلب من ربنا ان ربنا يخلي البلد تستقر والامن يستقر في البلد بفضل الله وبفضل ربنا وبفضل ثورة 25 يناير ان ربنا حققها من عنده نصر الهي، مش نصر حد تاني، ده نصر الهي. عيد فطر بطعم الحرية، لكن أنا في تقديري أن أفضل احتفال سوف يكون هذا العام هو الاحتفال يوم 6 أكتوبر. 6 أكتوبر هو التكريم الحقيقي للقيادة العسكرية الحالية والمجلس العسكري، وتأكيد لعودة أن الجيش والشعب يد واحدة. نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن اللي جاي أحسن من اللي راح، وما تيأسوش، وخليكم حافظوا على ثورتكم، لأن الثورة ديت بإذن الله هتبقى مجيدة، وإن شاء الله بإذن الله إن الثورة ديت هتحقق كل أماني الشعب المصري كله. وبنرجع مع حضراتكم تاني اعزائي المشاهدين لنكمل حديثنا مع الشيخ مظهر شاهين. يمكن اتكلمنا على صلة الرحم وعلى الايام وفضل هذه الايام المباركه، ودلوقتي عاوزين نتكلم على الجانب الاجتماعي. ايوه. ويمكن احنا ده اول عيد بعد 25 يناير، وزي ما احنا كانت حتى في الفاصل بتاعه القناه الاولى عيد بطعم جديد او بطعم الثوره. نعم. كلمنا حضرتك عن الجانب الاجتماعي، واحنا بنعيش بعد حوالي 8 شهور دلوقتي او 7 شهور وكسور على 25 يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف حضرتك الإسلام العظيم في جانب تعبدي مع ربنا عز وجل، ومعروف قوي بأنه الصلوات الخمس والعمرة والحج والزكاة وما إلى آخره من هذه العبادات كلها بتسمى الجانب التعبدي. وفي جانب تاني اسمه الجانب الاجتماعي، اللي هي بقى عبارة عن صلة الأرحام، إطعام الفقراء والمساكين، التكافل الاجتماعي بكل صور وكل ألوانه، الأيتام، الحاجات دي كلها. معاملة المسلم مع المسلم حتى، يعني الناس التعامل العادي حتى في الشارع. تمام. كل سائر المعاملات. الناس بتفصل أحيانا بين جانب العبادات وبين جانب المعاملات، وده حاجة غلط في الإسلام. ففي ناس تكتفي بأنها تصلي وتزكي، تصلي وتصوم وتعبد ربنا بس، لكن الجانب الاجتماعي عندها اللي هو بقى صلة الأرحام، معاملة الزوجة كويس، بر الوالدين، إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلح بين الناس، السعي في مصالح الناس، بيبقى عندهم مهمل تماما، وبيظن ان هو بصلاته وصيامه وحجه هيكون عند ربنا من المقبولين وخلاص. على فكرة يا شيخ مظهر، أنا مبسوط جدا إن حضرتك طرقت النقطة دي بالذات. الله يبارك. لأن احنا بنشوف فعلا تناقضات غريبة جدا. بنشوف فعلا حد ملتزم جدا دينيا في الفروض والصيام زي ما حضرتك بتقول، ويكون بيصلي 5 أوقات في المسجد، والمعاملات الاجتماعيه ما فيش عنده. قول لنا بقى دي يعتبر النقصان نقصان من اجره ولا يعني لا، ايه بالظبط؟ ده خلل في العقيده. خلل في العقيده. لان هقول لسيادتك ازاي الناس دول فاكرين، وانا مشفق عليهم وبحبهم جدا، ونفسي اذا كان هو بيجتهد في العباده، فانا بس عايز اقول له خد بالك في جانب تاني مهم قوي، وهعرفه ازاي دلوقتي. اتفضل. بيظن ان الصلاه خلاص من اقامها فقد اقام الدين، انا بصلي كفايه كده قوي، ويطلع بقى في المعامله بين الناس فتلاقيه بيغش في البيع والشراء، تلاقيه عنده جشع، ممكن يكون بيظلم زوجته جدا، ممكن بيكون هاجر اخواته، ممكن يكون غير بر بوالديه، ممكن يكون مقاطع لقرايبه، ممكن يكون كذا كذا كذا، وهو في اعتقاده انا بصلي كفايه كده عليا، داخل الجنه ان شاء الله. وفي الجانب الثاني ناس بتحسن التعامل الاجتماعي بالزبط. جدا، يعني واخد باله من اخواته كويس، بر بامه، بيعمل كل انواع الخير، لكنه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعتمر ولا حاجه خالص، وبيظن برضه بنفس الظن ان ربنا رب قلوب، وكفايه قوي عليا ان انا بعامل ام دعيان. بنسمعها في بلادنا سواء في الصعيد او في الارياف، يقول لك ربنا يا رب قلوب، لما يحب يهرب من حاجه. وبخت من مات وامه راضيه عنه، ويا بخت من ابوه راضي عنه، وكفايه كده. ماشي، هو كلام حلو بس ونسي رضا ربنا، لكن هو فرحان برضا الام والاب، ونسي رضا الايه؟ رضا الايه؟ ففي ناس عايزه رضا ربنا ومش عاوزه رضا العباد والاب والام، وفي ناس عاوزه رضا العباد ومش عاوزه رضا ربنا. حلو قوي المقارنه دي. حلو قوي. الاثنين دول غلط، لان لا نستطيع من خلال تعاليم الاسلام ان نفصل بين العباده والسلوك، مستحيل. بدليل ايه؟ بدليل ان ربنا عز وجل كل العبادات ربنا علمنا انها المفروض تنعكس على المعاملات، مش تنعكس عليه، يعني مش مجرد اداء فقط، ان تكون جوفاء.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ربنا بيقول أقم الصلاة. أقم الصلاة ليه؟ فكان الإجابة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي المقولة الشهيرة ربما تكون حديث أنا لا أعرف صحتها: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أنا مش متأكد من صحة الحديث، لكن دعنا هي مطابقة لمعنى الآية القرآنية. وبالتالي الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر كأنها لم تكن، بل هتبقى حجة عليه إنك صليت ومع ذلك لم تنعكس عليك، يبقى إيرادك ما صليت. هتيجي في الصيام مثلا، قلنا من شوية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ما قالش لعلكم تجوعون أو تعطشون أو تمتنعون عن كذا أو كذا. ديت الأساليب اللي أنا باخدها أو بتبعها علشان أوصل للغاية. وفي فرق بين الأسلوب والغاية. أكيد. الغاية هي إيه؟ لعلكم تتقون. والتقوى هي إيه؟ التقوى هي إن أعمل كل ما يرضي الله عز وجل باختصار. ربنا فسرها في القرآن: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحاجات دي حاجات اجتماعية. عفو عن الناس ده جانب اجتماعي. انفاق في السراء والضراء ده جانب اجتماعي. والكاظمين الغيظ ده جانب اجتماعي، أثره بينعكس على المجتمع. يبقى التقوى اللي الصيام ربنا عايزه يوصلني ليها هي في النهاية جانب اجتماعي، تصب في الجانب الاجتماعي. يبقى ليس هناك فصل بين الصيام وبين الجانب الاجتماعي، في تكامل. المفروض في تكامل. المفروض هو ينعكس عليا في ان اتعامل مع الناس كويس، يوصلني للتقوى. فلما ابقى متقي ابقى بتعامل كويس، يبقى هو وسيله اتمنى يا شيخ وليس مظهر غايه. إن كل مسلم كل مصري يكون سمعنا في هذا الكلام، لان الكلام ده مهم جدا. وفعلا في ناس كتيره زي ما حضرتك وصفتهم، في ناس بتهتم بالعبادات وبتنسى الجانب الاجتماعي، وفي واحد بيبقى جيد جدا في سلوك التعاملات الاجتماعيه وسايب التعبد. ما ينفعش الاثنين مع بعض. شيخ مظهر شاهين خطيب ثورة 25 يناير، ودائما خطب لها معاني كثيرة جدا في ميدان التحرير ومسجد عمر مكرم. عاوزين نتكلم على أخلاق المسلم بعد الثورات أو أثناء الثورات. ويمكن احنا في مصر هنا حالة فريدة، يعني الحمد لله غير الدول كتيرة حوالينا، لا احنا في روح تسامح، في معاملة طيبة، في شعور بالآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، الثورة الحقيقة أظهرت أخلاقيات غاية في الروعة عند المصريين أيام الثورة، وعند المسيحي مسلمين أو مسيحيين مصريين. المصريين. أنا بدأت بالمصريين لأن هو الشمول يعني، ومسلم أو مسيحي بندرج تحت منه. أعظم معاني اللي أنا شفتها الحقيقة في الثورة كان معنى الوحدة. الوحدة بمعنى ما كانش حد بيسأل اللي جنبه أنت تابع حزب إيه، ولا تابع تيار إيه، ولا أنت سلفي ولا ليبرالي ولا إخوان مسلمين ولا خالص. وما كانش فيه علم مرفوع إلا علم مصر فقط. وحصل ضمنيا صلح أو مؤاخاة بين كل طوائف الشعب المصري، يذكرني بالصلح والمؤاخاة اللي تمت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة. والعجيب هنا أن لما نحط المشهدين دول جنب بعض، الصلح والمؤاخاة أيام الهجرة والصلح والمؤاخاة اللي تمت أيام الثورة، الاثنين دول كانوا على مشارف بناء دولة جديدة. الحاجتين دول حصلوا على مشارف بناء الرسول لما هاجر للمدينة وجد نفسه أمام مجتمع مليء بالتيارات المتحاربة مش المختلفة. أوس وخزرج أبناء عمومة ومختلفين وبينهم حروب 40 سنة، واللي عمل بينهم الحروب دي اليهود لما كانت في المدينة، وموجودين لهم حصون. منافقين موجودين في المدينة بيراءوا الرسول وهم بيظهرون خلاف ما يبطنون وخلاف والآخره. عندك تاني تيار تاني اللي هو المهاجرين، دول ناس جايين سايبين بلادهم، والأنصار دول ناس أصحاب بلد. فإزاي نعمل توليفة؟ هل كان يمكن، السؤال الآن، هل كان يمكن إن الرسول وهو اللي رايح يبني دولة للإسلام كان يمكن يرسي قواعد هذه الدولة أو يبني هذه الدولة والمجتمع على هذا النحو؟ كان مستحيل. إزاي أنا هوقف اتنين جنب بعض، واحد يناول التاني طوب واحنا بنبني بيت، والاتنين أساسا بيحاربوا بعض، ده الاتنين بيدوروا على بعض وبيستخبوا من بعض وبيفتنوا على بعض وإلى آخره. فكانت البداية إنه آخى بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، وأصلح بين الأوس والخزرج. وحاجة تانية بقى، أطلق عليهما الأوس والخزرج اسم الأنصار.
عشان طول ما في اوس في خزرج. حلو حضرتك المقارنه اللي عملتها دلوقتي وحطيت قدامنا دلوقتي المشهدين. لسه هنحط بقى مشهد الثوره. انا دلوقتي عندي نفس إحنا الحكايه. حابين- عندك فاصل؟ لا مش فاصل، هم بيقولوا لي يعني الهوا بيخلص، فاحنا عاوزين نختم كده سريعا. انا عندي في الثوره المشهد ده ليبرالي وسلفي، ابناء عمومه نصلح بينهم. وعندي ناس تيارات اسلاميه وتيارات سياسيه ونآخي بينهم حتى نستطيع ان احنا نبني جميل. المصر الجديده ان شاء الله. انا كنت اتمنى طبعا ان احنا نكمل مع الشيخ مصر شاهين، لكن هيكون لنا لقاءات تانية اعزائي المشاهدين. هنخرج مع حضراتكم دلوقتي.